بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا وزملائنا الأعزاء، أهلا بكم حلقة جديدة من بودكاست من دبل فيزيت. معانا النهاردة دكتور أحمد زكريا، هنا عيان سوهاج، الله يبارك في فيشرفنا. حضرتك. الله الله يعزك يا يخليك. رب. فهو أسيبه تعرف حضرتك بنفسك. اتفضل يا فندم. تمام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا بشكر حضرتك طبعا جدا، دكتور علاء، على الايفورت الرهيب طبعا علشان حضرتك تفيد زمايلنا المندوبين والمديرين من خلال طبعا البوستات بتاعت حضرتك والفيديوهات بشكل مستمر، ومن خلال طبعا البودكاست اللي هيكون ان شاء الله مميز بإذن الله. يمكن الحلقات اللي فاتت شفت زمايلنا قصص نجاح بصراحة متميزة. الله و... يعزك يا رب. وإن شاء الله بإذن الله يعني البودكاست إن شاء الله هيكون يعني مفيد بشكل كبير بإذن الله للزمايل. أولا أنا اسمي أحمد زكريا، أنا من سوهاج زي ما حضرتك قلت. أنا خريج كلية العلوم 2013. بدأت شغلي على طول، يعني أنا خلصت في شهر 6. بدأت كميديكال ريب في شركة كانت بتلونش لسه جديد، اللي هي شركة أزور، اللي هي بالاسم الحالي أكاد. دي أول شركة. كنت أنا مندوب فريش، وهي كانت الشركة لسه بتلونش في الصعيد، ده بعد التخرج بشهر تقريبا. يعني أنا اتخرجت في شهر 6. في شهر 7 بدأت معاهم كميديكال ريب، اشتغلت معاهم شوية لحد ما دخلت الجيش. ودخلت الجيش سنة وطلعت اشتغلت حوالي سنة تانية في شركة دلتا فارم. ثم رجعت تاني أكادي كمدير. فيعني خبرتي كانت كميديكال ريب افريج اراوند سنتين يعني. ثم رجعت أكادي كسوبرفايزر، ومن أكادي بعد كده رحت شركة ترند فارم، وبعدها ماش، ورحت ماكرو افريج 5 سنين او 4 سنين ونص از ديستريكت مانجر في شركه ماكرو لاين فيردكس. ومن 2023 بدات في شركه بلو بيل از اريا مانجر، والحمد لله من اول السنه دي ريجونال مانجر جيزه والصعيد في شركه بلو بيل. يمكن زي ما قلت لحضرتك انا بدات خريج كليه العلوم 2013، بعد كده عملت دبلومه بايو كيمستري 2015، وعندي ام بي اي. يعني خلصت ام بي اي من الاكاديميه البحريه في 22. 2021. 21 تمام. 21. أنا شفت البوست كان 22 في الخلفية، يبقى كده يعني. اه 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 تمام. ما شاء الله، رحلة جميلة يا دكتور أحمد، والله يعني ربنا سنتين. يبارك في حضرتك. سنتين بس ميديكال ريب ولحد ما وصلت كده ما سنتين شاء. بس ميديكال ريب. اه اه. اه اه طب هو سؤال بقى يا دكتور احمد، هو احنا اتعودنا ان الشركات لما تيجي تعاقب حد بتحدده حاضر. الصعيد. اتعلمنا في التلفزيون زمان ان الموظف الحكومي لما الحكومه تيجي تعاقبه تحدفه على الصعيد. اللي حصل العكس، ما شاء الله حضرتك بدأت من الصعيد، من طمع، وبقيت دلوقتي ريجونال في القاهرة، ماسك القاهره والصعيد. الرحله ديت ايه اللي مظبوط. حصل؟ الحقيقه يمكن دي اللي بفضل الله دي الفيجن بتاعتي من اول ما بدات الكارير. يمكن بالنسبه لي الحمد لله بفضل الله، يعني انا ليا فيجن معلنه وواضحه قدامي، وواضحه للدايره اللي حواليا بشكل كبير. يمكن حتى انا يعني لما بدات في جلوبال از اريا مانجر للصعيد، وانا الفيجن بتاعتي معلنه ان انا عايز انقل فيما بعد القاهره. الحقيقه ان الصعيد هو تشالنج بالنسبه للمسافات طبعا. وده جه في بالي كسؤال لما قبل ما ادخل الاسسمنت كريجنال مانجر. هل بالنسبه لي كمنطقه جديده وحياه جديده هتكون في الجيزه والقاهره، الوضع هيبقى عامل ازاي؟ ولكن سرعان ما تداركت الامور، وانا ما كنت مندوب ماسك منطقه شمال سوهاج. بقيت بعد كده ماسك سوهاج كلها، يعني الوضع بقى ايه يعني اكبر شويه. ثم من سوهاج لاسوان، فالوضع بقى بيكبر شويه شويتين تانيين. ومن الفيوم لاسوان. كمساحات الحمد لله رب العالمين الواحد بدأ يبقى عنده اكسبيرينس بشكل كويس في المناطق. وكل مكان الواحد بيروح الحمد لله كان بيبقى فيه بصمه اكوردنج للفيجن بتاعتي اللي انا ماشي عليه. يمكن حتى برضو
الحمد لله. بدأ شغل الجيزة. أنا حاليا يعني بقى عندي سكن في الجيزة، واستقريت في الجيزة، ومؤخرا يعني إن شاء الله العيلة هتتنقل معايا على خير يا رب. الجيزة إن شاء الله بإذن مم. الله. لكن هو تشالنج، لكن كله يهون في سبيل إن يبقى في فيجن واضحة، وفي هدف معين أي حد بيسعى ليه يعني. هو صحيح، حتى حضرتك بتقول فيجن ورؤية وخطة. انت البايو نفسها بتاعت الفيس نفسها، انت حضرتك كاتب: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع دون النجوم. فهي سلوك حياة، صح؟ دي حقيقة يا دكتور. آه. طيب، عشان زمايلنا اللي الحقيقة شغالين. إن الواحد يعني مم. بيسعى يمكن. اتفضل. اتفضل، لا اتفضل، انا جاي اسمع حضرتك يعني. الواحد يعني الحمد لله هو بيسعى، ودايما يعني انا حاطط في ذهني آية دايما، وهي ليس للإنسان إلا ما سعى. احنا بنسعى وبنعمل اللي علينا في شغلنا، والنتائج دي طبعا دايما بتكون بتاعت ربنا يعني. صحيح صحيح. طيب، حضرتك اشتغلت سنتين كميديا الريب، ايه تمام. المهارات اللي متمسك بيها او فرقت معاك حتى هذه اللحظة؟ تمام. الحقيقة يمكن زي ما حضرتك قلت سنتين مش فترة كبيرة ليا از ميديكال ريب، وده كان تشالنج طبعا ان انا اخد ستيب بعد كده. ولكن في زي ما حضرتك قلت كده في مجموعه من الحاجات اللي الواحد حاول يشتغل عليها او يتمسك بيها من البدايه. وهي اول حاجه طبعا ان العلم ما بينتهيش، وان لابد ان الواحد صحيح. طول مم. الوقت يتعلم مهاره جديده ويتعلم حاجه جديده، ويشوف اخر ما توصل ليه العلم، ويكون هو عنده فيجن ورؤيه هو عايز يعمل ايه وهيوصل للهدف ده ازاي. زي ما قلت لحضرتك انا بالنسبه لي اهدافي معلنه وواضحه، ستيب باي ستيب، وخلاص بوصل لستيب ببص على المرحله اللي بعدها بخطوات معينه. وانا عايز اروح مثلا عايز اوصل للتايتل الفلاني، او عايز اعمل في المكان الفلاني ده، هوصل له ازاي ببلان واضحه وصريحه يعني. لابد ان الواحد برضه يكون صريح مع نفسه. انا عندي مشكله في الحاجه الفلانيه، انا عندي تخوف من الحاجه الفلانيه. فلما بيكون عندي تخوف من حاجه معينه بحاول ان انا اعالج الموضوع ده. مثلا لو انا عندي مشكله في البرزنتيشن سكيلز، طيب بقى بدا الموضوع يبقى ايه، ابدا اتمرن واحده واحده. انا بدل ما يبقى عندي مشكله في ان انا مثلا اطلع في سايكل ميتنج اتكلم على البرزنتيشن سكيلز، اتكلم قدام عدد كبير من الدكاتره 50 دكتور او 70 دكتور، او في مؤتمر كبير ممكن يوصل ل 200 دكتور، ابدا الموضوع ادرس يعني ايه برزنتيشن سكيلز الاول، وايه السكيلز المطلوبه ان انا اشتغل بيها. المفروض انا لما هقف قدام قدام دكاتره هبقى واقف بشكل ازاي، لما هعمل برزنتيشن اعملها بالشكل الفلاني ازاي. مش لازم من اول مره اطلع في مؤتمر كبير او اطلع في ستاند الون كبير في دكاتره كبيره، او مش لازم في برزنتيشن في سايكل ميتنج كبير، ولكن ممكن نبدا في جروب ميتنج في مستشفى صغيره، وليكن الحضور مثلا عدد 3 دكاتره. بعد كده ممكن نكبر الموضوع بشكل اكبر وسكوب اكبر من كده، في مستشفى اكبر، في مستشفى جامعه، في جروب ميتنج لدكاتره او ار تي ديز، في عدد كبير من الدكاتره. ساعتها اقدر ان انا ابقى مؤهل مثلا ان انا ادخل في سايكل اقدر اتكلم في ستاند الون او في سايكل ميتنج او في مؤتمر كبير ايا كان حجم المؤتمر. ولكن الموضوع بيمشي بسيكونس، زي ما بيقولوا ايه، بسيكونس كده، واحده واحده. ودايما الواحد بيوصل يعني بفضل الله بيوصل للاوبجيكتيف بتاعه لو هو حط بلان بشكل مرتب ومنظم، وعرف هو نقاط الضعف بتاعته ونقاط القوه اللي هو يقدر يشتغل عليها. صحيح يا دكتور احمد، يعني وضوح الهدف والتخطيط وتحديد المشكله واصل المشكله وتجزئه المهاره نفسها، وابعد عن البرفكشنزم، ان انا باقل عدد باقل امكانيات وابتدي وانجز واطور نفسي. بصراحه اشكر حاجه. نقطه كمان، إن لو الانجاز، يعني انا لاحظت برضه حضرتك كنت مره سالتني عن كتاب دبل فيزيت، مفيش تاني يوم قلت لي اه انا رحت المكتبه واشتريت. دي فده حقيقة. يعني لي حاجه على طول من اللي قدامي، اللي هو لا، الانجاز يعني خط، حددت انجز على طول، مش التسويف. فعلا بيبقى احد معضلاتنا في الشغل ده، خاصه الحياه دايناميك فبتشغلنا. فاعتقد كمان الانجاز عند حضرتك عالي. طبعا طبعا.
يعني انا اه. بالنسبه لي الحقيقه الاتشيفمنت هو مم. اهم موتيف بالنسبه لي. يعني انا صحيح. لما وضحت الارقام الابتسامة مع اه الكلمة حضرتك. ايوه. اه. بالنسبه لي الاتشيفمنت حتى في الارقام، حتى في اتشيفمنت التارجت، في اتشيفمنت الكي بي ايز بتاعت التيم بتاعتي، او حتى بالنسبه لي انا بشكل شخصي، ده اهم موتيف عندي في الحياه بصراحه. يعني احساس بالانجاز ده احساس صحيح. عظيم يعني. صحيح، تو دو ليست، بخلص بنجز بنجز، طبعا ده ممتع. طبعا طبعا طبعا. طيب، طالما جبنا سيرة التيم، حضرتك بتختار الناس ازاي؟ اكيد نجاح دكتور احمد دوت، يعني اكيد بنية تحتية كتيرة، اخترت ناس كتير، شفت ناس كتير، بتختار ازاي يا دكتور احمد؟ تمام. آه، بالنسبة لي طبعا أهم حاجة في أي حد هيشتغل معايا، سواء مندوب أو مدير، إن هو يكون عنده الويلنج إن هو يتعلم. حتى لو هو في سكيلز معينة هو مش عارفها، أو في حاجة معينة، النولج معينة مش عارفها، بس هو يكون عنده القابلية إن هو يتعلم. الحاجة التانية طبعا الاتيتيود. بالنسبة لي الاتيتيود حاجة مهمة جدا جدا، إن آه، يقدر يبقى شايف ان اي حاجه هو ممكن يقدر يعملها، او اي حاجه هو يقدر ما يعملهاش. زي ما حضرتك عارف ان احنا ساعات بنقابل يعني ناس اثناء الشغل، او مندوبين، او حتى مديرين، بيبقى عندهم كتاب كده اسمه 1000 اكسكيوز واكسكيوز، بيطلعوا من الاكسكيوزز لاي حاجه هتقولها له، هو بيبقى جاهز بالاكسكيوز بتاعه. فدايما بركز على ان الاتيتيود بتاع الناس اللي هتشتغل معايا نكون زي بعض. هو عارف هو بيعمل ايه، وعنده حتى لو في حاجه معينه هو مش عارفها، او في مشكله معينه هو قدر تقابله، ما يقفش عندها. بندور على حلول. الحل ده ممكن يكون معاه، يكون مع حد زميله، يكون مع مديره، يكون الحل ده مع حد اكبر مننا في الشركه، مع الماركتينج، مع الناشونال سيلز مانجر. المهم ان احنا ما نقفش. بالنسبه لي الاتيتيود ده طبعا من الحاجات المهمه اللي انا بدور عليها المندوبين، حتى لو هو كان عنده شورتج في حاجه معينه في السكيلز، او في النولج، نقدر ان احنا نتداركها فيما بعد يعني. دي الحقيقه من اهم النقط اللي انا بدور عليها في الناس اللي بتشتغل معايا. دلوقتي بقى عندنا معضله والناس بتقابلني، يعني انا معاك فعلا، الليرنينج والاتيتيود هو دوت، ده اللي يشجعك اساسا، حتى لو انا ضعيف اعتقد هتصبر عليا. مظبوط. طيب، فزمايلنا بيسالوا دايما انا فريش تاخدني ليه وقدام الاكسبيرينس؟ فحضرتك اكيد بتقابلك المعضله ديت، واحد فريش وواحد اكسبيرينس، امتى اقول اخد الفريش وامتى اقول اخد الاكسبيرينس؟ الحقيقه بالنسبه لي طبعا بيبقى زي سكور لكل مندوب من اللي انا بقابله، سواء السكيلز او النولج بتاعته. وفي الاخر بيبقى فيه توتال جريد، بناء عليه بقيم هل هاخد المندوب فريش او هاخد المندوب اكسبيرينس. احنا برضه في معضله بتقابلنا يا دكتور مع الميديكال ريب، اللي هم اللي بداوا يقدموا شويه، ان هم مش بيبقوا متقبلين ان هم يبقوا يتعلموا. صحيح. ودي صحيح. دي مشكله، مشكله كبيره. حتى بتقابلنا حتى في بعض المديرين. انا وصلت لجريد معينه من التعليم، لكن ما زال التعليم مستمر. ما زال في حاجات جديده انا ممكن اعرفها. ما زال في حاجات جديده انا كمدير ممكن استفيدها من مندوب شغال معايا. فريزيستنت التعليم حتى من المندوب الاكسبيرينس ده طبعا بيبقى ان كونسيدريشن، وده بيبان بشكل او باخر في الانترفيو. لكن زي ما قلت لحضرتك طبعا، آه، انا بالنسبه لي فريش او حتى اكسبيرينس مش بيبقى هو مش المعيار المعيار، الاساسي. اه. مش هو المعيار الاساسي. ولكن في اوقات كتير فعلا يمكن انا في شركه من الشركات، اللي كانت شركه ترند فور، وانا كنت مدير مثلا افريج سنه، وكان معايا 7 مندوبين، كان فيهم 6 فريش. يا. بفضل الله احنا اه. والله ب6 فريش، وكان تشالنج اه. رهيب يعني. بفضل الله احنا بعد 6 شهور كنا افضل تيم على مستوى الجمهوريه، وكانوا مترتبين كده 1 2 3 4، الرانك بتاعهم في الاتشيفمنت التيم كله ورا بعض. يمكن كان حاجه في يفلت، تفرح كده يعني. يفلت كده حد ولا اتنين. ففعلا الواحد حاجه تفرح، ساعتها اه. مم. بيبني وبيلاقي ثمرة او التعب اللي هو بناه مع الناس اللي بدأ معاها. صحيح. هو فعلا ابقى محدد هدفي، يعني حتى في ده حاول محدد هدفك، الكرايتيريا ايه
انت ماتش معاها مش ماتش معاها، مش هعمل بالظبط لك حاجه فعلا بالظبط فعلا. بالظبط. يظل التعلم هو اللي بيساعد فعلا الانسان يتحرك وياخد خطوه لقدام. وهي طبعا. المعضله فعلا ان وانس ان انا استريحت، وانس ان انا فهمت مفاتيح اللعبه، اقول لك خلاص. لكن فعلا القاعده بتقول من لم يتجدد يتبدد. اكيد ف- اكيد. ففي كل يوم جديد وهكذا. طبعا طبعا. طيب، الإدارة بالنسبة للدكتور أحمد هنقولها إيه؟ يعني لو قلنا 3 كلمات ممكن يبقوا هما إيه؟ الاداره في 3 كلمات؟ لا خلينا اقول يعني اقول لحضرتك كده الاداره من وجهه نظري يعني. اللي أنت بتعمله. اه انا شايف يعني من وجهه نظري المتواضعه ان احنا في اوبجيكتيف للشركه احنا بنحاول ان احنا نحققه through البيبول، عن طريق الناس اللي احنا شغالين معاهم. الحقيقه ان في طرق كتير ممكن نخلي الناس توصل للاوبجيكتيف، لكن انا بفضل، او اللي انا الطريقه اللي انا بحب اشتغل بيها في المانجمنت، ان احنا نوصل للاوبجيكتيف والناس مبسوطه، وهي بتتعلم حاجه جديده. مش جاست بس ان احنا نحقق، او جاست بس ان احنا نجيب ارقام. لا، ان الناس توصل وتحقق الاوبجيكتيف الشخص اللي ليها، والاوبجيكتيف الشركه، واحنا مبسوطين. احنا دايما، مش دايما طبعا بنقدر نوصل للليفل ده، دايما بيبقى في يعني ممكن يبقى في ستريس من الشركه، ستريس الرقم، ستريس الاتشيفمنت. ولكن اسلوب ان احنا ندي الناس ثقه ان هم يقدروا يوصلوا. انا ما بحبش اسلوب التخوين، وان احنا ننزل بشكل ريجولار، ننتظر نستنى الناس في الاي ام او ننزل. ولكن الاول احنا بندي الناس الثقه. اللي بيخون الثقه بعد كده بيبقى في طرق تانية نقدر نتعامل معاها، لكن المفروض والمفترض ان احنا بندي الناس كل الثقه في الاول الى ان يثبت العكس. مش العكس، احنا بنخون كل الناس الى صحيح. ان يثبت ان هم لا، ان هم كويسين. أنا اه كده يعني في بطفشه من مدارس. الأول. أنا كده اه بطفشه من بالظبط الأول. بالظبط. في مدارس كتير ودي طريقتهم وطريقه تحترم كل حاجه، ولكن دي مش الطريقه اللي انا بفضلها. ان احنا بننزل نتشيك على اللي تشيك اسلوب حياه، بتشيك بشكل ريجولار في الاي ام والبي ام. تشكيك. تشيك اه وتشكيك. بالظبط بالظبط. الحقيقه ان ده يعني مش بيبقى اسلوب افضل حاجه على يعني في وجهه نظري الشخصيه على الاقل يعني. يعني من وجهه نظري ان احنا بندي الناس كل الثقه وبنعلمهم وبنوصل عشان يوصلوا يحققوا اوبجيكتيف الشركه والاوبجيكتيف الشخصي لكل واحد. الحقيقه ان الناس اللي ما بيبقاش عندها اوبجيكتيف، او هي مش بتبقى ماتشنج مع اوبجيكتيف الشركه، هي لوحدها بتقع. هي نفسها بيبقى يعني مش صحيح. بيستحمل، او هو بيلاقي نفسه ان هو مش ماشي مع مع هيحس إنه الكالتشر اللي احنا غريب، هيحس بنوصل إنه له. غريب بالظبط في بالظبط الدنيا ماشية في اتجاه، هو بالظبط بيسبح بالظبط عكس التيار زي ما بيقولوا يعني. بالظبط. حضرتك قلت كلمة مهمة جدا، إن حتى اللي هو أعلمهم. يعني حتى في الكوتشنج، في كتاب سيلز كوتشنج بقرا فيه بيقول إيه؟ طب أنت هتكاتشن الناس إزاي على حاجة هم ما اتعلموهاش؟ ما أنت لازم تدربهم الأول عشان تكاتشن الناس. لكن فعلا أنا كمدير ما خدتش كوتشنج، وهو يا عيني هو يوم ولا اتنين ولا تلاتة حسب ظروف الشركة أحيانا غصب عنه ونازل ناس. طب أنت هتقيمه على أساس إيه؟ فعلا فعلا لازم أعلم علشان أقدر بالظبط أحاسب، أو بالظبط. مش أحاسب، أدرب وفاسيليتيت وتو ايفالويت وهكذا. من ضمن الكلام حضرتك قلت انا الناس تكون مبسوطه، وده اللي لاحظته حتى في البوستات بتاعها حضرتك، انك بتستثمر اي ميتنج او اي ايفنت وتتصور مع الناس على طول، وان فورمال بيكتشر وكده. يعني ايه اللي ورا ده برضو؟ يعني فهمني بتعمل ايه، او اللي بيكون مجهزها له ازاي؟ اه الحقيقه الحمد لله يعني الواحد برضو انا من ساعه ما اشتغلت كميديكال ريب وانا يعني بشتغل تخصص الديرما، كانوا اكتر تخصص اشتغلته. فبقى ريليشن وعشره كبيره ما بيني وما بين الدكاتره الحمد لله. فيعني بعيد عن البيزنس احنا بقينا اصحاب يعني. فتواجدنا مع بعض بقى يعني اصبح في مقدار من الثقه على مستوى البيزنس وعلى مستوى الشخصي، ان احنا خلاص بقينا اصحاب يعني. يعني لا، اتكلم كمان على زمايلنا الميديكال ريب اللي معاك. يعني انت باخدهم وبتتصور معاهم، يعني غير الدكاتره والاستاف. انا بقصد على ايه؟ بتاخدهم كده واحد واحد بحيث، او مجموعات والصور اه وكده يعني. اه 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 انت يعني بتبقى احنا زي، بلند كده. والله مش دايما مش بنبقى مرتبين ان احنا نتصور، لكن دايما زي ما قلت لحضرتك ان الناس تبقى مبسوطه. احنا لينا اوبجيكتيف ولينا هدف عايزين نوصل له، وهنوصل له مع بعض. انا مش هوصل للاوبجيكتيف بتاعي وزاوت البيبول اللي شغالين معايا، سواء مديرين او سواء مندوبين. وضوح الهدف بالنسبه لي
وبالنسبه للمندوبين بيسهل علينا حاجات كتير زي ما قلت لحضرتك. وضوح الهدف بالنسبه لي وبالنسبه للديستريكت مانجر او السوبرفايزر بيخلي في ثقه ما بيننا وما بين بعض. هو عارف ان انا لما بقول له على الحاجه الفلانيه او على حاجه معينه هو بيشتغل عليها، لان هي دي اللي فيها المصلحه العامه، مصلحه الشغل ومصلحته هو الشخصيه ومصلحتنا كلنا. فده بيدي ثقه ما بيننا وما بين ما بيننا وما بين بعض يعني. صحيح. لكن احنا مجرد ما بنخلص الشغل لا احنا يعني على طول طبعا على القهوه بقى ويعني ما انا احيانا بنلعب باخد. بلاي ستيشن والدنيا بتبقى بيس خالص. ايوه والله يا دكتور، هو كتاب لكيم بلانشارد برضو شيء يذكر، اللي هو كتاب السر ده بتاع الكيم بلانشارد في القياده. بيتكلم على ان القياده يعني انت بتقود شخص، بتقود صديق، بتقود فرد من العيله، ولا انت ما اهتمتش بيه كصديق وكاخ وفرد من العيله وتسال عنه، ما هو الناس في الاخر لما هتقع منك وتبقى فرستريتد مش عارف يكمل. فحتى في الكوتشنج لغته بيقول لك الانسان كل لا يتجزأ، فبالتالي لازم فعلا ابقى مهتم بيه، ومش مجرد بزنس از بزنس وخلاص، لا. صح كده؟ احنا مش شغالين مع مكن، احنا شغالين مع بني ادمين. اه. أيوة، صحيح. صحيح، اه والله. صحيح. طيب من دراستك حضرتك قلت التعلم كتير. طب كتير ما زمايلنا بيسالوا مفرشات، يعني امتى اخد الام بي اي؟ تمام. الام بي اي من وجهه نظري الشخصيه ان هيبقى صعب ان اي حد يستفيد منها قبل اتليست سنتين اكسبيرينس. صحيح، متفق معاك جدا اه، في ده. لان هو اه. قبل كده في حاجات كتير بيزكس شغل هو مش هيبقى متداركها لو هو دخل يعني او بدأ ياخد ام بي اي. مش هيبقى عنده تصور هو احنا دي بنتكلم بيقولوا في عن ايه. ايه؟ اه، ده في ايه ده؟ بالظبط. اه مم. بالظبط. مم. لكن في حاجات كتير انا نفسي فهمتها. يا ده الموقف الفلاني لما حصل مش عارف ايه، ده مش عارف لما شركه ايه حصل فيها ايه. حتى بعيد عن عن الدواء، حضرتك استاذنا وعارف ان احنا في الام بي اي مش بناخد حاجات لها ريليتد صحيح. قوي بالفارما يعني، او في المارسيوتيكال بالدواء. اندستري. اه. ولكن احنا بنتكلم في بالظبط يعني بنتكلم في اي صناعه هتقدر تطبق فيها الام بي اي هتفيدك بشكل كويس. انا من طب الوقت المناسب ما بعد سنتين خبره ممكن نبدا نفكر في الام بي اي. طيب قبل الام بي اي، ايه كتب كانت فارقه مع الدكتور احمد يعني، وطلع منها بايه لو بتشاركنا بيها؟ يعني بشكل عام هو افضل كتاب قريته ريليتد بالبزنس بتاعنا هو كتاب طبعا دبل فيزيت. يعني انا لما لو الله تفتكر يعزك، لا والله حضرتك. انا بتكلم بوجه لا عام. الله لا يعزك، بجد الله والله، يكرمك. بجد بجد. الله هو يعزك كتاب اه. مميز جدا 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 ان اي حد يقدر يشوف شغلانتنا اللي بنتكلم. يعني انا من زمان وانا كنت بفكر او حتى لما بقرا كتب تانية عليها علاقه بالبيزنس او ليها علاقه بالماركتينج بشوف هو احنا ليه ما عندناش كتاب ريليتد لشغلانتنا للشغلانه نفسها. الموضوع ان حضرتك يعني عملت كده قالب شكل كويس ومبسط لاي زميل يقدر يشوف، او حتى المدير نفسه انه يقدر يقراه بشكل كويس فيوصل المعلومه بشكل مبسط للمندوبين او للتيم اللي بقى شغال معاه. فحقيقة الكتاب يعني انجاز عظيم يعني. الله يعز حضرتك، والله والله انا كنت بتكلم بالنسبه بوجه لي عام بحب يعني. كنت اه. اعرف. انا فاهم حضرتك والله. بالنسبه لي طبعا كنت بحاول اقرا في كتب الماركتنج تحديدا، لان انا شايف يعني زي ما قلت لحضرتك الفيجن ورؤيتي انا الشخصيه ان انا مثلا شغال على نفسي ان انا ابقى مثلا ناشونال سيلز دايركتور او ناشونال سيلز مانجر. في اوقات كتير كنت بشوف ان الناشونال سيلز مانجر بيبقى هو طول عمره شغال سيلز. مش هو مندوب فشغال سيلز، ديستريكت مانجر شغال سيلز، ريجنال مانجر شغال سيلز، بس ما عندوش اي فكره عن الماركتنج. بيجي يصطدم ان هو لما بيجي يترقى يمسك سيلز ماركتنج. الموضوع بيبقى صعب جدا. هو مش عارف بتوع الماركتنج دول بيقولوا ايه. هو اصلا بيبقى صعب جدا جدا جدا. وانا يعني حاسس الموضوع ده من بدري شويه. فحبيت انا اربط ما بين السيلز وما بين الماركتنج. السيلز انا اشتغلها بايدي، والماركتنج من الكتب اللي انا باخدها. حتى لو انا اخدت الام بي اي الميجور بتاعي كان ميجور ماركتنج مش سيلز اصلا ولا بزنس ادمنستريشن جنرال، لا كمان اه، انت ماركتنج. بتوسع السكوب علشان كده، الواحد يبقى عنده مع ان هدفك المانجمنت نفسها، بس بالظبط انت كده بالظبط. بتوسع السكوب. اه. طبعا طبعا.
اه يعني انا حتى مثلا في اوقات كتير كان يعني بتكلم مثلا انا ممكن اروح في كتايتل برودكت مانجر او ماركتنج مانجر او كده، لكن لا انا بحب الماركتنج بس انا اصلا سيلز، انا سلزاجي اصلا يعني. فانا بتعلم الماركتنج علشان ما اه يعني يبقى فاهم. ايه ابقى الكونفليكت اللي بيحصل فاهم ما بين وارد. السيلز وما بين الماركتنج. بالظبط بالظبط لما نيجي مثلا في مم. ميتنج الماركتنج بيتكلموا عن ماركتنج بلان، ابقى عارف الناس دي بتتكلم في ايه. صح ولا غلط؟ معيش انا الدور واشيل انا الليله، ما انا في بالظبط الاخر انا اللي الارقام في رقبتي انا. اه 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 بالظبط صحيح. بالظبط صح، ففعلا السكوب والتعلم فعلا بك. طب ده ان الخطوه مهمه جدا من زمايلنا اكيد هيسالوها دلوقتي، المانجرز نفسهم لما يجي ياخد اي خطوه ترقيه تانيه تنصحه بايه؟ ايه اللي ممكن يعمله؟ يجهز نفسه ازاي من مانجر لليفل اعلى، ايا كان بقى مسمياته في الشركات؟ طيب احنا خلينا نتفق ان يعني سوبرفايزر ديستريكت مانجر هو ستيل اسمه فيرست لاين مانجر. ففي تمام. حاجات كتير هو المفروض ان احنا بنستعد ليها طبعا، زي ما حضرتك عارف وحضرتك استاذنا طبعا. السيتويشنال ليدرشيب من الحاجات اللي لابد ان اي سوبرفايزر او ديستريكت مانجر او اي زميل قديم مندوب قديم يفضل يستعد ليها، بانه يذاكر طبعا يذاكر السيتويشنال ليدرشيب تحديدا، ويحل كيس ستادي بشكل كبير، ويستشير زمايله، يستشير المديرين القدام في الشركه. لان هو هنا هو بيتنقل من مرحله ان هو بيدير منطقه سيلز صيدليات ودكاتره ويعمل الكل ازاي، لمرحله تانية انا هدير اشخاص. والحقيقه يعني انا يعني الموضوع بالنسبه لي كمدير عمره ما بيبقى في صعوبته في ان انا احقق التارجت، في ان انا اعمل فوركاست بالشكل الفلاني، في ان انا اعمل سيلز بلان بالشكل الفلاني، لكن دايما اللي تشالنج ان انا هدير اشخاص. لو كل واحد اللي يعني هيجيبوا فينا للتارجت. صحيح. بالظبط مم. بالظبط اللي هم بسهوله مم. هيجيبوا لي التارجت يعني. مم. فطبعا السيتويشنال ليدرشيب طبعا من الحاجات المهمه اللي المفروض اي زميل مقدم على الترقيه ان هو يتعلمها بشكل كويس. والكيسز، ويحط في دماغه هو انا لو مكان المندوب ده كنت احب مديري يعاملني ازاي، ايه الشكل الامثل اللي انا بحب اتعامل بيه علشان برضه نوصل لاوبجيكتيف يعني. أنا بشكرك والله، وعلشان كده حضرتك يعني لمستمعينا وكرما لحضرتك ووجودك، اللي يبعت لي على الخاص ابعت له جزء من السيتويشن ليدرشيب، هي نص ساعه خلاصه الفكره والتقسيمه ازاي. هو الكورس عنده 3 ساعات ونص، هندي له نص ساعه هديه لاستماعه للحلقه مع حضرتك يا ربنا دكتور يبارك أحمد. في حضرتك الله يا رب، يعزك، ربنا الله يبارك في يعز حضرتك. حضرتك. الله الله يخليك. يخليك. طب دي خطوه من مانجر كفيرست لاين لليفل اعلى. طب لو هو كارب، انت شايفه انه يعمل ايه مع نفسه ويجتهد ازاي علشان يبقى جدير بالإدارة، وجدير إنه يبقى تيم ليدر لزمايله أو سينيور أو ديستريكت؟ يعني المفروض طبعا خلال حضرتك تقصد مندوب قديم داخل على ترقيه ولا؟ من كله بقى يا باشا، كله. أنا داخل أول يوم، زي أنت قلت كلمة مهمة جدا، قلت من الأول أنا محدد هدفي إيه، أنا عارف عايز إيه. فجريت العجلة، ما تجيش زي ما بيقولوا السكينة تسرقني، أبقى استجننت في مكاني، الدنيا تجري بيا وأنا مش واخد بالي وأنا مستريح. فأنت تنصح الفريش لسه إيه، اللي بقى له فترة يعمل إيه، وهكذا عشان ياخد التايتل ويعمل. يعني زي ما قلنا يا دكتور في بدايه الفيديو، التعلم المستمر هو السبيل لاي اوبجيكتيف او اي حاجه احنا عايزين نعملها. انت قررت ان انت النهارده كمندوب حبيت الماركتنج، طب عملت ده ايه؟ عملت ايه عشان تبقى برودكت مانجر او تبقى اسوشيت برودكت مانجر او اسوشيت براند مانجر؟ انت خلاص حبيت الاداره وهتكمل كسيلز مانجر، كسوبرفايزر او كديستريكت مانجر. هتتعلم ايه؟ هتشتغل على ده ازاي؟ لابد ان كل واحد طبعا يعني في ناس زمايلنا بيكملوا اتش ار. طب انت كملت او حبيت مثلا هتكمل كاتش ار، عملت ايه علشان توصل للاوبجيكتيف ده؟ فكل واحد طبعا بيفكر في طريق، بسواء الاتش ار او الماركتنج او سيلز مانجر، لابد يشتغل على نفسه في كل الستبس دي. شوف ايه الكورسات اللي يقدر يتعلمها، ايه الكتب اللي ممكن يقدر يقراها، ويا حبذا كده لو ليه منتور يقدر يرجع له، لان ساعتها هو هيوفر عليه كتير. المنتور ده ممكن يكون حد زميل قديم، ممكن يكون مدير في شركة، ممكن يكون مدير في شركة تانية، ممكن يكون ترينر هو قابله في شركة من الشركات. يعني الحقيقة أنا يعني بحمد ربنا، وجزء كبير من الحاجات اللي أنا اتعلمتها واللي أثرت فيها في حياتي هو المديرين اللي أنا اشتغلت معاهم. يعني بفضل الله أنا يعني اشتغلت مع مديرين كل واحد لوحده
كيان يقدر يدير سوق من اسواق الدواء. ما شاء الله. يمكن انا برضو اشتغلت في كذا مكان، فده يعني اداني اكسبيرينس بشكل مختلف، ان انا اخدت من كل مدير حاجه، او من كل كالتشر حاجه. بقى الواحد بيقدر ان هو يأدبت مع اي انفايرمنت او مع اي مدير بشكل كويس. يعني في حاجات انا عملتها مع المديرين، يعني لو رجع بيا الزمن في مره من المرات، يعني قلت والله مم. الراجل يعني كتر خيره. كنت انا مدير مشاغب شويه، كنت صغير. لا، الراجل عمل كل حاجه زي ما تقول الكتاب، انا عارف هو بيعمل ايه. فلما لا خلاص ده الراجل ده لا، فساعتها بقى الموضوع بقى يعني خلاص انا همشي معاه ستريت يعني. لان فعلا الراجل عمل كل ما يعني كل الحاجات اللي زي ما بقول كده ايه، زي ما بيقول الكتاب، في انه يتعامل معايا، او بيحاول ان هو نوصل لحل ايه يحقق لنا الاوبجيكتيف كلنا يعني. ده بيأكد إن مقولة ده كلام ورق أو كلام كتب وخلاص دي مش صحيحة. هي الفكرة الفجوة اللي أنا مش عارف أطبق وأنا مش عارف بالظبط أدبت بالظبط الفكرة للبيئة بتاعتي. بالظبط بالظبط اه. بالظبط. لأن اللي ما الوضع الكتاب عالميا بيبقى حاطط لأكبر عدد ممكن يمشي، فأنت وقت شطرت فعلا إن أنا أدبت الفكرة، مش مجرد كلام على الورق. بالظبط يا دكتور. طيب، ننتقل للجزئية التانية محتاجينها، الإدارة نفعت حضرتك إزاي في إدارتك للبيت؟ في ادارتي كأب، للبيت. كأب يعني اه. اه. أب وعليك مسؤوليات وبتروح وتيجي وأكيد بتاخد من وقتك كتير لصالح الشغل، تتكيف مع ده إزاي؟ والله ده سؤال صعب جدا يا دكتور. والله يعني الواحد احنا يعني ما ينكرش طبعا ان الشغلانه بتاخد وقت كبير، بتاثر طبعا على وقت البيت ووقت الاسره. لكن طبعا بحاول ان انا اعوض ده بشكل كويس لما اكون موجود في الويك اندز، ان احنا طبعا بنخرج، او حتى في مانجمنت اداره الريسورسز بتاعه البيت بقى فيه. لا الموضوع اه. بقى طبعا مختلف يعني. اه. آه، كل حاجه بقت محسوبه. بحب طبعا تبقى يعني يبقى بلاند، ان احنا هنعمل كذا في الوقت كذا، بلاند بشكل كذا. احيانا بيبقى الموضوع مرهق طبعا مع المدام، طبعا يبقى الموضوع بالنسبه لها ايه، ايوه، رغم ان تخلي هي اصلا يفترض اه العكس. ايوه. بالظبط اه. لكن يعني بالنسبه لي طبعا انا شايف ان الكارير نفسه والمانجمنت نفسها بتاثر في اي حد، سواء في بره الشغل او جوه الشغل. بتاثر حتى في العلاقات مع الناس بره، في السكيلز نفسها، النيجوشيشن حتى مع البياع بره. بقى الوضع بيبقى شكل مختلف، سكيلز مختلفة وطرق مختلفة بنتعلمها، وأشخاص كتير بنقابله بنتعلم منهم. يعني كل السكيلز بتختلف ما بين قبل دخول الكارير وما بعد الكارير، وما قبل الإدارة وما بعد الإدارة يعني. اكيد اكيد. يعني طيب حتى في حاجات يعني اقول مم. لحضرتك يعني مثلا بيبقى في نيجوشيتر حاجه، تبقى مراتي سامعه كده تقول لي انا هو انت بتستخدم معايا نفس لا التكنيك ده؟ ايوه. دي ساعتها بقى بتبقى كارثه. البنات ايوه. اه اه ربنا يسعدكم ويخليكم يبقى لبعض. مثلا في يعني مشكله في حاجه معينه مع صيدلي، مع دكتور، مع حد من اه. الديستريكت مانجر. يبقى هو داخل شايط بقى، وتلاقي ان الموضوع هدي كده، والموضوع بيقيس وخلاص، والموضوع خلص. فتقولي ده هو انت بتعمل معايا بقول لك كده؟ ايه، ما تعملش معايا ما ده. تعملش الشيطان دول، لا. مش اه عليا. كلنا في هذه المنطقة يا دكتور احمد. آه. ربنا يسعدكم يا رب ويخليكم الله لبعض. يبارك في حضرتك. الله يخليك. اتعلمت ايه من الوالد يا دكتور احمد ساعدك في الدعاية؟ اتعلمت من الوالد الحقيقه. يعني انا بشكر حضرتك على السؤال ده. يعني الحمد لله رب العالمين، والدي هو خطيب امام مسجد وخطيب من سنه اه 90 مثلا ولا حاجه. ما شاء الله. فما شاء ما الله هو يمكن زي ما قلت لحضرتك احنا البرزنتيشن سكيلز. ولما جيت ادرس برزنتيشن سكيلز لقيت ان والدي بيعملها باي ديفولت في اه. كل حاجه. زي مم. الكتاب ما بيقول، الوقفه بتبقى ما شاء بالشكل الله. الفلاني، الكلام بيبقى بالشكل الفلاني، مقدمة نهاية. بالظبط اه. الكلوزنج بيبقى عامل اه. ازاي، الموضوع بيبقى ما هو بيبقى السنتين دولت ما جوش من فراغ يا دكتور احمد. دي حقيقة اه. دي حقيقة. اكيد لها جذور، عشان كده بسأل حضرتك. اه. الحمد لله برضو يعني والدي مسؤول عن يعني لجنة المصالحات
ففي سكيلز النيجوشيشن بقى، وانا قاعد اه كده في بقى مثلا ايه، الناس خلاص ضرب على بعض نار، حضرتك عارف احنا صحاينا وبتاع. ايوه يعني منطقه البليانه شغال رايح جاي اه اكيد يعني. بالظبط كده، اه فبتلاقي اه ان الموضوع الحمد لله فعلا يعني اتعلمت منه حاجات كتير في النيجوشيشن، حتى في الصبر نفسه، ان مهما كانت حجم المشكله نقدر نتداركها بمرور الوقت. ان احنا نهدي الاطراف ونهدي الناس، وحجم المشكله مهما كان كبير زي ما بقول لحضرتك ممكن نوصل ان احنا نوصل لحل وسط، ونوصل ان احنا نراضي الناس بشكل وين وين سيتويشن، زي ما احنا بنتعلم في كتب واساتذه البيزنس بيدرسوه، ان احنا نوصل لحل وسط وين وين سيتويشن وكل الناس مرضيه. انا فعلا اتعلمت الحاجات دي من والدي من بدري، برغم ان هو طبعا ربنا يحفظه يا رب. مم. ربنا يبارك في حضرتك، هو والدي اصلا موجه رياضيات، مم. وهو امام مسجد، وهو عضو في لجنه ما شاء المصالحات. الله ما شاء في جزء الله. برضو التجاره، يعني احنا عندنا اكتر من محل ملابس، محل ادوات منزليه، وفي بعض طبعا في ناس شغاله وكده، لكن في بعض الحاجات بيتدخل والدي في بعض المشاكل والحاجات دي. مم. تراست برضو والدي فيا، وانا مثلا كنت في ثانويه عامه او في جامعه، ان انا انزل السوق واشتري بضاعات مثلا، او بيديني مسؤوليه يبقى معايا مبالغ كبيره بروح اوديها مثلا لتجار والكلام ده. ده اثر بشكل كويس طبعا. الواحد طلع من بدري بيقدر يتحمل مسؤوليه اي حاجه، مسؤوليه البيزنس، مسؤوليه التيم، مسؤوليه البيت يعني. هو ده تيبيكال بيتوافق مع اول كلام حضرتك فعليا، ان اول ما بدات كلامك قلت وضوح الهدف، الخطه، اتكلمت على تحديد المشكله وروت اوف بروبلم بالنص، سوليوشن اورينتد، دايما بتفكر كده. ففعلا هي البيئه والتربيه ما شاء الله ساهم كتير جدا في تنشئه الدكتور احمد، فعشان كده أنا متفاهم ان مش مجرد السنتين دولت هم تحصيل حاصل، او الله يبارك في حضرتك. اجمال بجد، اجمال التربيه السابقه والجهد والتعب اللي فات. دي اللي بلاحظها برضو، يعني شيء بشيء يذكر مع الزملاء لما بخليهم يعملوا له اختبارات على دبل فيزيت ابلكيشن، بلاقي فعلا الارقام بتبقى عاليه. اول سؤال بقى اسال بقول له انت شغال من امتى؟ من ابتدائي؟ يبص لي كده ومندهش، اما يقول لي شايل ايه، سواء ولد او بنت، يا اما شايل مسؤوليات، يا اما اشتغل بفعل بايده. فده بنقول بس برضو لزمايلنا ان مفيش جهد بيبدع تكمله لكلام حضرتك، وان سعيه سوف يرى، سوف يرى مهما اكيد. طال بيك الزمن، وما تعرفش امتى بعد. ده من نعم ربنا بتجيلك في الوقت. فاي مجهود وانت صغير ما بيروحش، وانت في الكليه بتساعد اهلك ما بيروحش. اي حركه ليك في الاريا ما تقولش ده على قد فلوسهم، لا لما اروح شركه تانية تبقى افضل. القصه كلها هي كريدت لحضرتك زي ما انت قلت، وانت بتشتغل فعلا لنفسك. طيب هسألك بقى سؤال مختلف. كنت تتوقع مني اسال حضرتك ايه وتجاوبه؟ والله الحقيقه انا كنت اكلم حضرتك بقى تقول يقول لي احنا هنتسال في ايه، فقلت لا سيب الموضوع كده. اه ما انا لكن مفيش. بحبها كده تلقائيه، عشان اه إن تطلع من القلب او تطلع مباشره تبقى هي اصدقها فعلا يعني. فلو م. في سؤال جه في بال حضرتك كان ممكن يكون ايه؟ لا، هو انا في سؤال جه في بالي انا هساله لحضرتك يعني. اه اتفضل. العكس يعني. يعني هو ايه، انا سؤال كنت حابب اساله لحضرتك يعني. اتفضل. يعني انا ليه جيت في بال حضرتك ان احنا ممكن نبدا البودكاست كاول مدير يبقى مع حضرتك يعني. هو لفت انتباهي، وعشان كده كان في رمضان استعنت بالصوره اللي حضرتك استاذنت فيها. اللي لاحظته ان كمدير بيطبق فعلا الصوره اللي انا بحبها لاي مدير، من خلال برضو قراءة المانجمنت والكوتشنج. المدير اللي هو بيبقى انجيجد مع الناس، المدير اللي هو بيبقى فرد فيهم. كتاب من جيد إلى عظيم أو من جود تو جريت بيقول إن الليفلز مديرين خمسة ليفل. فأعلاهم اللي هو بيبقى واحد من الناس، واحد ساعة النجاح يقول الناس نجحت، ساعة الخطأ أو المشكلة يقول أنا قصرت، فأنا أنا اللي شايل المسؤولية. يعني لو على في مقصلة أنا اللي إيه، أنا في ده الناس. بشوف حضرتك انك بتحاول تدفع الناس، الانجيج بتاع الناس في الكومنتات، ده بتعني انك واحد قريب منهم. ده اللي كان قال عليه كريم بلانشارد، اللي هو واحد قريب من الناس. فكان افضل رول موديل ليا. والاهم كمان ولفت انتباهي ان حضرتك من الصعيد وجيت القاهره مش العكس. ودي المعضله دايما اساسيه. زمايلنا كتير يشتكوا من الفرص، لازم اكون في القاهره علشان اخد الفرصه. انا في الدلتا ما عنديش فرص، انا في الصعيد ما عنديش فرص. احنا انتوا عندكم الفرص كلها في القاهره مثلا زي ما بيقولوا. انا قاعد في دمياط، تمام، وانا اصلا على فكره من المنيا يعني جيران يعني. اه ف لا الفكره ما ملهاش دعوه
انت فين الفكره، انت بتتحرك ازاي وتسعى وتحقق النتائج فعلا على ربنا. فكان حاجه، كان هي من نعمه ربنا عليا ان انا والله اقابل انا شخص زي حضرتك. بشكر حضرتك جدا، يعني ربنا انا يبارك في بشكر حضرتك حضرتك جدا يعني. والله، الله الله يحفظك. يخليك دكتور، ربنا يبارك في طيب، حضرتك. لو قلنا نختم 3 نصايح لزملاء الرب، 3 نصايح للمديرين. آه، بالنسبه لي طبعا اهم نصيحه لاي ميديكال ريب زي ما قلت، يعني هنرتب بس الكلام اللي احنا قلناه خلال تمام البودكاست. تمام. وليس الانسان الا سعى، الا ما سعى. مفيش تعب بيروح حتى لو ما تقدرش في المكان اللي انت شغال فيه. الواحد بيراعي ربنا في شغله قبل اي حد، لان ما نقولش طبعا على قد فلوسهم، او زي ما يعني زي ما حضرتك قلت كده، وده بالفعل بيتقال من كتير. لا، انا باخد مرتب او على اتفاق بشكل معين، انا هشتغل بالشكل المعين، فانا ملزم ان انا بشتغل بيه علشان حتى احلل فلوسي، او احلل القرش اللي انا مدخله على بيتي. وطبعا التعلم المستمر، ان الواحد يتعلم علشان يوصل ويكون عنده هدف ورؤية يشتغل عليها. صحيح. بالنسبة للمديرين، احنا بنشتغل مع اشخاص، مش بنشتغل مع مكن، فلا مم. بد نراعي ده بشكل كويس. الحاجة التانية ان الواحد طبعا يراعي ربنا برضو في شغله، ويعلم الناس اللي هو معاه. وخلي بالك انت لما بتيجي مندوب عندك بيروح شركة تانية، هو وبيقعد مع مدير تاني، هو بيقول له مين اللي علمك، ومين اللي ده صحيح. بيبان في مم. شغلك، وبيبان وبيعمل لك انت سمعة كويسة على مستوى الشغل بتاعك، وبيعمل للمندوب بتاعك اسم وشكل في الماركت بشكل كويس يعني. أنا سعيد جدا باللقاء مع حضرتك والله يا دكتور أحمد، ربنا وأتوقع إن يبارك إحنا فيك. ممكن نعمل مداخلات تانية لمواضيع ده شرف لينا يا أعمق دكتور بقى والله. بعد كده إن شاء الله. ان شاء الله الله باذن يعزك الله. والله، الله ربنا يعزك، يبارك في الله يعزك. حضرتك، الله يخليك يا دكتور. فشكرا جدا على وقت حضرتك، وبنشكر ربنا زميل. يبارك في حضرتك، الله متشكر يعزك، جدا. الله ربنا يعزك يبارك في حضرتك، حضرتك. الله يعزك. الله وبنشكر يخليك. زمايلنا على اللي سمعونا، وهنستنى منهم رسائل أو كومنتات، وياخدوا الجزء بتاع هدية الحلقة إن شاء الله. ان شكرا شاء الله جدا باذن الله. لك يا دكتور شكرا أحمد. جزيلا لحضرتك يا شكرا، دكتور. ألف ألف شكر لحضرتك يا فندم. ربنا يبارك في حضرتك. الله يعزك، اتفضل. مع السلامة.